القصة الكاملة لتحول فضل شاكر من فنان مشهور لرجل دين متشدد. سر إحساس فضل شاكر وحزنه: يتيم وأهله عايشين، أبويا خدني من إيدي وسلمني للملجأ. مأساة فضل شاكر ومسلسل يا غايب. كنا بننام جعانين في الملجأ، وكنت فاكر كل الأطفال لما يوصلوا 7 سنين لازم يدخلوا ملجأ. كيف تحول فضل شاكر من ملك الإحساس إلى زعيم عصابات مسلحة؟ بعمر 7 سنين تكبيت بالميتم، وهذا هو الموت بعينه. ما عرفت ليش يبعتني أهلي على الميتم وهن عايشين. الوجع هو الحرمان، هو الشوق، هو الخوف، هو الوحدة والتخلي. أنا عشت كل هدول وحدي. كلمات قاسية قوي قالها الفنان ملك الإحساس فضل شاكر في وثائقي بثته منصة شاهد بعنوان يا غايب، نسبة إلى واحدة من أشهر وأروع أغانيه. المسلسل مكون من 9 حلقات بيحكي فيها فضل شاكر قصة حياته ومعاناته. كل حلقة بتحمل اسم أغنية من أغانيه، وبيجسد شخصيته في مراحل عمرية مختلفة، 3 ممثلين في أعمار مختلفة، بيجمعهم شبه كبير وإحساس وتعبير صادق. والصراحة عمري ما كنت متخيلة إن قصة حياته بالشكل القاسي ده، ولا كنت أتوقع إنه عانى وهو طفل بالشكل ده. وكلمة يا غايب مش مجرد أغنية، لأ، دي فعلا عنوان لحياته كلها، عنوان للوجع اللي مر بيه والمعاناة اللي شافها لحد ما بقى الشخص اللي الناس كلها تعرفه دلوقتي. يعني كنت تتخيل إن الفنان الرومانسي الجميل ده اللي صوت أغانيه فيه حنية اتربى في ملجأ؟ والأغرب إن أهله كانوا عايشين وقتها، وأهله هم اللي ودوه بإيدهم للملجأ بسبب ظروف الحرب والمعيشة، وإنهم ما كانوش قادرين يصرفوا عليه. فضل شاكر حكى عن طفولته وقال جملة تقطع القلب. قال: أصعب حاجة في الدنيا إن أهلك يتخلوا عنك. وقال كمان: بعمر 7 سنين اتكبيت بالميتم، وهذا هو الموت بعينه. تخيل أهله دخلوه الملجأ وهو عنده 7 سنين بس، لسه طفل صغير محتاج لحضن أمه. وقال كمان: ملحقتش أشبع من أبويا، ملحقتش أشبع من حنيته وطبطه. أنا كنت بحب أبويا جدا، وهو اللي علمني أسمع طرب وأحب الغنى، لأنه كان دايما يشغل له أم كلثوم وعبد الوهاب، ومن هنا بدأ حبه للمزيكا والغنى. بيحكي فضل شاكر عن موقف حصل بينه وبين أبوه بعد ما دخل الملجأ. لما أبوه راح يزوره قعد يسأله عن إخواته عاملين إيه. هو كان واحد من 5 إخوات. وقتها فضل يسأل أبوه عن أخوه اللي عنده 10 سنين، وقال له: مش هتجيبه هنا؟ مش هتوديه الملجأ زيي؟ الولد الصغير فعلا كان فاكر ان اي طفل يوصل لسن معين بيدخل الملجأ، يعني فكرة التخلي كانت بالنسبة له شيء طبيعي. وده يوريك قد ايه الطفل ده اتوجع. الحزن اللي في صوت فضل شاكر مش جاي من فراغ، ده جاي من وجع انسان وطفل اتكسر من بدري قوي. فضل بيحكي عن حياته في الملجأ، وبيقول انه كان متعود يبات هو وزمايله في الملجأ جعانين، وكانوا بيخلونا ننام بدري والنهار لسه طالع وكمان السما منورة. وفي المسلسل فضل بيحكي كمان عن مراهقته، وبيقول انه اشتغل شغلانات كتيرة جدا زي السباكة والحدادة وحتى الجزارة، لحد ما اتشاف بالصدفة واكتشف انه صوته حلو وبدأ يغني في الافراح. وبيحكي كمان عن نادية، حب عمره واول حب في حياته وأم أولاده ال3، وقال إنها وقفت جنبه من أول يوم، وإنهم اتجوزوا وهم صغيرين جدا، وكان لسه ما معهوش أي حاجة، لكن هي صبرت وشالت معاه الحمل لحد ما حياته اتغيرت وبقى فضل شاكر اللي الناس كلها بتحبه. بيحكي كمان عن شركة الإنتاج اللي اشتغل معاها في أول مشواره، وإزاي إنهم استغلوه وكانوا بياخدوا تعبه ومجهوده ويدوه ملاليم. وقال انه حتى لما راح لهم علشان ياخد فلوس يعمل بيها عملية لبنت اخوه اللي كانت بين الحياة والموت، رفضوا يدوه، والبنت للأسف ماتت، وهو لحد دلوقتي مش قادر ينسى الراجل اللي رفض يساعده. وقال انه بعد ما ساب شركة الانتاج بقى على الحديدة. وقال كمان: انا ومدير اعمالي كنا بنشرب فنجان قهوة واحد ونبدل السيجارة مع بعض علشان ما كانش معانا فلوس حتى نجيب باكو سجاير، لحد ما ربنا كرمه وعمل اغنية يا غايب. والاغنية دي كانت وش الخير عليه، ومنها ابتدت شهرته والوطن العربي كله عرفه، وبقى فضل شاكر اللي نعرفه النهاردة. وفي المسلسل كمان بيحكي عن حفلة مهمة جدا، كانت حفلة كبيرة جدا وكان فيها جمهور ضخم واتذاعت لايف على التلفزيون. وفي وسط كل ده فضل شاكر عمل مفاجأة قلبت حياته كلها. اعمل لايك وفعل جرس الاشعارات واشترك معايا عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة. وتعالى اقولك الفنان عمل ايه. فضل في وسط كل الجماهير الضخمة دي دعا لسوريا ودعا على بشار الاسد وعلى نظامه الظالم، ومن هنا حياته كلها اتقلبت تماما وبدأت المشاكل. اعلن بعدها انضمامه لجماعة جهادية ودافع عن سوريا ضد بشار، وقال تصريحات نارية ضد حسن نصر الله وضد الشيعة. كلامه وقتها كان صادم جدا، وبسبب مواقفه دي صدرت ضده احكام بالاعدام سنة 2011.
2014 بتهمة تأليف عصابة مسلحة والهجوم على الجيش اللبناني، لكن في 2015 طلع على قناة لبنانية وقال: أنا ما شاركتش في قتال ولا شلت سلاح ضد الجيش، وكل اللي عملته إني غنيت أناشيد دينية. وبرر إن الفيديو اللي ظهر فيه مش موجه للجيش، وإن علاقته بأحمد الأسير كانت سيئة، وإنه انفصل عنه قبل القتال. لكن رغم كل ده اتحكم عليه سنة 2016 بالسجن 5 سنين، وده بسبب تصريحاته ضد دولة عربية. وفي سنة 2017 اتحكم عليه بالسجن 15 سنة بسبب أحداث عبرة. وفي 2018 صدر قرار بإيقاف المحاكمة ضده وضد شقيقه، وبعدها رجع تاني للغنى. من ملاجئ الطفولة لنجومية الفن لانهيار سياسي وديني لمحاكم وأحكام ومطاردات، دي مش بس قصة فنان، دي حكاية إنسان وقع في فخ الحزن والتطرف والمجهول. قصة درامية حقيقية وصادمة لفنان الناس عرفته بصوته الدافي، لكن حياته كانت مليانة تناقضات وصراعات من الطفولة لحد الوقوع في مصيدة السياسة والدين. وبكده أكون وصلت لنهاية حكاية النهاردة من حكايات المشاهير، وزي ما عودتكم وعودتوني شاركوني بآرائكم في التعليقات اللي بهتم بيها جدا وبقراها كلها، واستنوني في حكاية جديدة من حكايات المشاهير. سلام.